أهلا وسهلا بكل المتابعين. حلقة جديدة وأحداث جديدة من مسلسل عندما يكتمل القمر. يلا بينا نشوف الفيديو سوا، بس قبل ما نشوف الفيديو ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ولو عجبك الفيديو ياريت تعمل لي لايك. كان الجزء الثاني من مسلسل السعودي عندما يكتمل القمر يحمل الكثير من التعاقدات والصراعات التي لا نهاية لها، وكاد الجميع يظن أن هذه الحرب لن تنتهي أبدا، خاصة أن شياطين الجن والإنس ليس فيها مسلمات دائما في حليف اليوم وعدو الغد، والجميع من الإنس يرتدون الكنز، أما الجن فيرتدون سر الأسرار، ولكن مفتاح الكنز هو جمعين، وكل طرف يشد من جهته كي يتمكن من ربط حبله حول عنق جمعين كي لا يتحالف مع غيره. تمكن جمعان من تحرير ابنه ناصف من السجن الذي كان يسجنه به صاد منذ ولادته، ولكنه بعد كل العذابات التي ذاقها والده بسبب تمرده عليه ولم يعوضه عما فاته أبدا، وإنما وقف بوجهه حتى أنه ضرب حتى وقع على الأرض، ولكنه بعد ما عذبه التي ذاق والده بسببه تمرد عليه ولم يعوضه عما فاته أبدا، وإنما وقف بوجهه حتى أنه ضرب حتى وقع عليه الأرض ولم ينجو فلوى منه أيضا، فهي الأخرى قام بضربها ضربة وسببت له الإغماء، وبهذا كانت في موقف ضعف جعل الأبيض والده يتمكن منه وقام بتحريرها من الكاسة التي كانت تخبيه، واختفت للأبد كما اختفى هو أيضا. ناصف وصاد في موقف المواجهة، وعلى الرغم من أن صاد كان يستهزأ من قوة ناصف، فهو لا يزال طفلا ذو 4 أعوام، ولكن في عالم الجن السنوات المختلفة عامة مما هي عند الإنس، إلا أنه تمكن ناصف بدهاء أن يقع صاد بالمهالك وأوصل لمكان الكنز حتى وقف فوقه وتحته المهالك. قال له: أنت الآن في مكان الكنز وهنا المهالك، وقام بضرب الأرض بالنار حتى تمكنت النيران من صاد وأكلته وانتهى أمره. ناصف أخبر روضة إن ابنتها خالد على كده الحياة، فجن جنونها كيف أن الجميع تمكن من خداعها وإخفاء السر عنها، وشاهدت الكثير من المواقف التي أفقدتها عيباها، واخفاء ناصف خالد أمامها كان سبب لإصابتها بالذعر وسقوطها على الأرض. فلوى بعد أن اختفت بشكل كامل عادت الدكتورة أمل وعيها، واكتشفت أنها كانت مستشفى بالأردن ولا تعلم كيف وصلت لهذا المكان، حيث أنها كانت بغيبوبة منذ فترة ولا تعرف أي شيء، وحاولت الاتصال بأهلها لكن لم يصدقها أحدا إطلاقا، ولكن بالنهاية تمكنت السفارة من إخراج جواز السفر لها كي تتمكن من العودة للسعودية، وجلست مع جمعان كي تفهم منه الحكاية. النهاية قد حانت وعملية فتح الكنز حان وقتها، فقد بدأ الكسوف وذهب جمعان وأصيل ونواصف لمكان الكنز ومعهم الآلاف من الجن الذين سكبون بمساعدتهم لتخطي المهالك. حاول جمعان أن يبعد ابنه عن المكان، ولكن رفض ناصف ذلك، وما أن أراد الجميع أن يضربوا الأرض ضربة واحدة حتى جاء طلال بلحظة واختفى الجمعان بسرعة. وقع أصيل وناصف في المهالك وأكلتهم النيران. هكذا انتهت حكاية الكنز، وكانت المهالك هي النهاية، لكن من أراد البشر ونشر الكراهية والعداوة بين الناس، فالحياة لا تدوم لأحد والشر لا يعيش كثيرا. هل ستظهر صاد جديدة بعد؟ قد انتهت حكاية الكنز، وكانت المهالك هي النهاية لكل من أراد الشر ونشر الكراهية والعداوة بين الناس، فالحياة لا تدوم لأحد والشر لا يعيش كثيرا. هل ستظهر صاد جديدة بعد 13 سنة عند الكسوف القادم حتى يفتح الكنز؟